حابين تعملوا لون حنة أحمر عنابي ويجيكم بهذا اللون اللي يجنن، الفيديو هذا ليكم. شوفوا ما شاء الله هذا اللون اللي يجنن، مكوناتها كلها طبيعية. من قوة الوصفة تجيب ليكم حنة حمراء أحمر عنابي يجنن. خلوكم معي لنهاية الفيديو، نعطيكم شو تدهنوا ايديكم بعد ما تغسلوا الحنة لحتى اللون يزيد يغمق في ايدكم أكثر وأكثر ويثبت في ايدكم أكثر وأكثر. اول حاجه نجيبوا كميه الحنه اللي نحن نحتاج لها. تقريبا انا استخدمت ملعقتين كبار من الحنه. الحنه ما لازمش يكون تاريخها منتهي او يكون ضاربها الهواء، مهم جدا ان الحنه ما يكونش ضاربها الهواء. نخلو الحنة على جنب، نجيب المقلاة نخلو في المقلاية ملعقتين كبار من الشاي الأحمر. أنا استخدمت الشاي الليبتون العادي، الشاي الأحمر نجيبه منه ملعقتين كبار. أيضا نضيفه ملعقتين كبار من السكر، راح نخلطهم كويس مع بعض هذاك السكر والشاي الأحمر. على فكرة هذه الوصفة خدتها من قناة هندية وترجمت الفيديو علشانكم انتم، حتى نفرحكم انتم. بعد ما خلطت هذاك السكر والشاي الأحمر شعلت على النار، نخليهم على النار لحتى يبتدوا يتكرملوا معانا ويطلعوا لنا هذاك اللون البني. من يذوب معانا السكر هو والشاي ويتكرملوا معانا مباشرة ننزل عليهم نصف كوب من الماء. بعد ما نزلنا نصف كوب الماء نضيف ملعقة كبيرة من القرنفل المسمار، جبت منه ملعقة كبيرة. وأيضا نضيف أعواد من القرفة، كلنا عارفين أن المسمار والقرفة من أكثر الأشياء اللي تغمق لنا لون الحنة وتخليها تجنن. من بعد خلطنا المكونات كلهم مع بعض بهذا الشكل، لازم نخلوهم يغلوا لمدة 5 دقائق لحتى يصير عندنا القوام قوام ثقيل. لازم قوام هذا الخليط يكون قوام ثقيل معانا، ما يكونش قوام خفيف. من يوصل لهذا المرحلة ويطلع لنا هذاك اللون العنابي مباشرة نطفي على النار، وشوفوا ما شاء الله جمال اللون. مباشرة نصفي الخليط هذا. بعد ما صفيناه شوفوا ما شاء الله جمال اللون وقوة اللون، تخيلوا لون حنتكم بيطلع نفس هذا اللون بالضبط. بصراحة الخلطة هذه رهيبة وما توقعتش انها تكون قوية لهذه الدرجة. ايضا نرجع للحنة، بعد ما جبنا الحنة نضيف من هذا السائل في الحنة ونخلط الحنة لازم نخلطها كويس، ما يكونش فيها اي تكتلات او اي كرات، ولازم قوامها يكون قوام كريمي مثل ما شايفين هنا. بعد ما خلطت الحنة صارت جاهزة معانا. مباشرة نضيف لها ربع ملعقة صغيرة من دم الغزال العكر الفاسي، ممكن تستخدموا الباودر أو السائل. أنا ضفت هنا ربع ملعقة صغيرة لأن كمية الحنة اللي عندي كمية جدا بسيطة. إذا أنتم تعملوا كمية حنة كبيرة ممكن تضيفوا كمية كبيرة من دم الغزال العكر الفاسي. طبعا العكر الفاسي يباع في محل العطار، المحلات اللي تبيع الحنة وكل مستلزمات الحنة. بعد ما خلطت مرة ثانية الحنة سكبت عليها قطرات من هذاك الخليط متاع الشاي والسكر حتى تزيد تغمق معانا، وغطيتها بورق نايلون لمدة 4 ساعات حتى اختمرت وارتاحت معانا لمدة 4 ساعات. وشوفوا ما شاء الله بعد ما ارتاحت معانا الحنة لمدة 4 ساعات شوفوا هذاك القوام الرائع. القوام لوحده يتكلم، انتم بتشوفوا الفيديو بتلاحظوا لوحدكم يعني. مباشرة تحنوا ايديكم ورجليكم من تنشف معاكم الحنة بعد 4 ساعات. بعد ما تحنوا ايديكم ورجليكم تخلوا عليها الحنة 4 ساعات. من بعد تغسلوا حنتكم، وبعد ما تغسلوا الحنة مباشرة تدهنوا ايديكم بالفيكس. الفيكس اللي نستخدموه وقت نكونوا مريضين بالزكام، الفيكس جدا قوي ويغمق لنا لون الحنة. وشوفوا بعد ما دهنت ايدي بالفيكس كيف اللون غمق معانا اكثر. اتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، وصفة اليوم تكون عجبتكم.